هلا ورمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. طبعا اليوم أول شيء شنو رأيكم بالقلابية مالتي اللي لوك الرمضاني؟ طبعا تقول موديلها قديم وصارها هواي وما ادري شنو، بس انا احبها معتزه بها، كل رمضان البسها. اللي جتني هديه من السعوديه، فكل رمضان انا البسها. شنو رايكم بها؟ طبعا شلونكم ويا الصيام؟ احكوا لنا وشنو تسوون فطور، افكاركم من الفطور كله اكتبوا لي بالتعليقات حتى شوي ناخذ من عندكم افكار. فاليوم اول شيء راح اشارككم الروتين الرمضاني. فعندي شويه تنظيفات، راح اخلص التنظيفات بعدين انزل احضر الفطور، نشوف شنو اسوي فطور او شنو هم مشتهين. فابقوا وياي وان شاء الله تستمتعون بالفيديو. طبعا اول شيء هذا المفرش الموكيت راح اشيله، لان اني اشتريت واحد جديد من ريحه الخانقين، فراح اشيله وامسح الارضيه وارجع فرش جديد. راح احكيكم على هذا الاختراع الجديد، طبعا تجنن بمعنى الكلمه، يعني صدق منقذه. تقدرين تستخدميها لمسح الارضيه، تقدرين تستخدميها اذا تردين تسعفين مثلا الحائط، فبكل شيء استخدامه. والحلو بيها انه تقدرين تطوبيها للغراض، يعني داخل الغراض كلها تمسح لك الارضيه كلها. فشنو بيها؟ هنا تدخليها اللي هي تغسلها، ومن تحطيها هنا هاي راح تنشف لك المي. شوف نشفت المي وبالمسح تجنن، يعني صدق تنظف. واحلى شيء انا حبيتها لانه تدخل جوا الغراض كليتهن، مو مثل الوصله او الماسحه ما تدخل جوا الغراض كلهن، هاي لا تدخل كل الغراض. فوين ما تلقون منها اخذوها وابد ما راح تخسرون. يلا خلينا نبلش بالتنظيف. تسألون أكيد إنه وين راح الكنتور، وين راح المستواليات على الغرفة، مو بس اللي كنتوا تصورين بيها. طبعا حبايب أنا سويت بعض التغييرات بالغرفة، بس بعدني ما منزلت لكم الفيديو لأني ما مكملة كل التغييرات. فمن أكمل راح أنزل لكم الفيديو، واحتمال أنزل لكم إياه بجزئين أو أنزل لكم إياه جزء واحد، بعدني ما مقررة. بس صراحة أنا هواي سويت تغييرات حلوة. سويت ما راح أقول لكم شنو سويت، خليكم بالفيديو تشوفون.
طبعا للميقة احتاج صدر دجاج. هذا صدر دجاج راح اقطعه هسه، اسويه على شكل يعني اصابع، بس مو كلش ناعمة خشنة. هسه راح اسوي حلاوة التمر. طبعا عندي هنا هيل راح اخليه، وعندي هنا دارسين راح اخلي شوية، وراح اخلي شوية راشي. عندي هنا طحين ابيض راح اخلي فوقه بقسم. هذا طبعا البقسم انا طحنته. طبعا هذا الدجاج بعد هاي التخميره. انا هذا الصوص محضرته لكم قبل فيديو قديم، شوفوا. هسه راح اجيب قطعه الصدر اغمسها هنا، بعدين اغمسها بالطحين، وارجع هنا بغمسها للصوص، بعدين بالطحين اخليهم بالفريز حتى من اريد اقليهن يصيرن فريش ومقرمشات. طلعته من الفريز، هسه راح اقليه لان ما بقى شي على وقت الفطور، وراح اقليه وراح اسوي لكم الصوص اللي حخليه باللفه او بالصاجيه. طبعا الصوص راح استخدم راح احط روبات، وانا صوص طبعا كان نستخدمه للفتة، وياها يطلع طعمها كلش طيب. راح اخلي راسي شوية ملح وعصرة ليمون.
دول متر خلاص.